يعرف الدخول المدرسي كل سنة زيادات متكررة في قطاع التعليم الخاص، وللحد من هذه الظاهرة التي تثقل كاهل آباء وأولياء أمور التلاميذ، ستقوم الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة بداية من الموسم الدراسي المقبل بتوقيع عقد من شأنه تحديد التفاصيل المادية التي يتوجب على أولياء التلاميذ والتلميذات أن يؤدوها، وأيضا لشروط الزيادة الممكنة. وصرح رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب نور الدين عكوري في تصريحات إعلامية إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستوقع على كل عقد سيحدد واجبات التسجيل والتمدرس مفصلة نهائيا، مشترطا موافقة الأسر على مبالغ التسجيل وأيضا لشروط الزيادات لضمان حقوق جميع الأطراف. وتأتي هذه الخطوة في وقت حددت فيه بعض المدارس الخصوصية زيادة جديدة سيتم تطبيقها انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، زيادة تبتدئ من 100 درهم فأكثر، وهو الأمر الذي سبق وأن أكدت عليه رابطة التعليم الخاص بالمغرب أنه لا يتعلق بزيادة متفق عليها أو موحدة، بل هناك اجتهادات في بعض المؤسسات. ويعد هذا العقد وسيلة ناجعة للقضاء على الزيادات العشوائية والمتكررة التي تلجأ إليها المدارس الخاصة دون سبب يذكر أو توفر الشروط اللازمة.